الفل يا اهلاوي. لو الماتش اتلعب 120 دقيقه وقت ضايع والله ما هيخش جون. حتى الجون اللي الاهلي جابه وهتقول لي اوف سايد ومش اوف سايد، حتى لو دخل كنا هنخسر. مفيش حد بيلعب بروح الاهلي الا الواد تريزيجيه، الباقي كله لم يحضر احد. ده كانوا ايه عارفين حمص وحلاوه بيعزفوا على البيانولا كده في الشارع ويدوهم 5 ساغ. اللعيبه اللي زي دي حلال فيها تروح مشي للنادي، حلال فيها ان انت تاخد منهم فلوس مش تديهم فلوس. ملايين مين يابا اللي بياخدوها؟ ولا تروبش اللي قاعد بره؟ هو العيب مش على تروبش، على اللي جاب تروبش واللعيبه دي كلها. فاللعيبه دي كلها مع احترامي ليها، يعني الاهلي حصل له تجريف وطمس لهويته مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت، وبدا طمس الهويه بشكل كبير من اول مشهد الميه اللي اترمت على كولر. وبعد كده ان انت كلت حق عماد النحاس اللي جاب لك الدوري و7 ماتشات متتاليه في دوري كان اصلا بيروح منك وجيب الصدفه. فعماد النحاس اللي جايب الدوري ده، انت جيت على الراجل وجبت ريبيرو اللي بيدرب كرة سلة في افريقيا وجبت تروبش بتاع كرة اليد. العيب مش فيهم، حد يلاقي الدلع وما يتدلعش. الاداره اللي بتجيب بتكتشف يعني ده كفايه كموش، ده بيلغوش، ده احنا ما عندناش هجوم. ولا الواد بتاع المهرجانات مروان ده مروان مش مروان، ده حاجه مهزله مكتمله الاركان. مبروك لو الزمالك هيكسب الدوري، مبروك لجمهوره واخواتنا، عامل موسم استثنائي. يعني الشطره تغزل برجل حمار، ده اللي بيعمله الزمالك بمنتهى الامانه. وبيراميدز مستقر. يعني توقعات، هل الزمالك هيكسب ولا بيراميدز؟ وهل الاهلي ممكن اصلا يوصل في دوري الابطال؟ ده ساج لايف اللي احنا بنعيشه ده والله. الله يسامحك يا اللي ببالي. سلام عليكم.